السلام عليكم الخوت. درت هذا الفيديو باش نهضروا على اخر الاخبار ومستجدات الرجاء الرياضي. المهم الخوت، قبل ما نبداو ما تنساوش لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ودابا الخوت نبداو معكم باول خبر، وهو خوت بخصوص فردوسي. المدرب الشابي يتجه نحو منحه فرصه اخرى مع الفريق. هادشي وصلنا الخوت ان فردوسي بغى الشابي يعطيه فرصه اخرى باش يشوفوا واش عنده امكانيات ولا لا. المهم الخوت، نتوما عطونا رايكم في التعليقات، واش يبقى معنا ولا يمشي. بخصوص ابريغو، حاليا المدرب لم يحسم في مستقبله، غالبا ستمنح له فرصه في بعض المباريات الوديه. عطونا الخوت رايكم في التعليقات، واش يبقى ابريغو ولا يمشي. خوت، عثمان ساخو عنده عروض من الدوري التنزاني، نتمنى الخوت من المكتب يتجاوب معها. الرجاء الخوت محتاجه جناح افضل منه. الخوت ساخو عنده عروض من الدوري التنزاني، نتمنى الخوت يمشي يبيعوه ويجيبوا افضل منه. انا الخوت رايكم في التعليقات. الرجاء في مفاوضات متقدمه مع اللاعب سعد ناسك. هذا الخبر خوت حصري. الصفقه كانت تتحسم الليله البارحه او اليوم، لكن بعض الامور الماديه تعرقل الصفقه لحد الان، في انتظار ما ستكشف عنه باقي الايام. خوت، الصفقه ديال سعد ناسك كانت في المراحل الاخير ديالها باش يوقعوا الطرفين، كانوا متفقين طرفين ثلاثه، الفرقه ديالو واللاعب ومسؤولين ديال الفريق الرجاء. الا خوت اكتشف خوت المسؤولين ان الرئيس ديال الفريق ديالو غير المطالب وزاد في المطالب، ولحد الان موقفه المفاوضات وما كتعنيش انها فشلت. طبعا خوت رايكم نتوما في التعليقات. بخصوص الخوت، المدرب لسعد جردة الشابي رافض فكره التخلي على النجاري، عنده الثقه في امكانيات ديالو وباغي يعتمد عليه الموسم المقبل ان شاء الله. اش بان لكم الخوت؟ نتوما مع يبقى النجاري ولا يمشي النجاري؟ طبعا الخوت رايكم في التعليقات. بخصوص الخوت رضا سليم، أنا نوضح لكم. الخوت، نهضة بركان أرسل عرضا لإدارة الأهلي المصري من أجل إعارة اللاعب، لكن إدارة الأهلي رفضت العرض. تدخل أحد المسؤولين بمصر لصالح فريق البركاني وتواصل مع محمود الخطيب، لكن إدارة الأهلي لازالت متشبثة بالرفض. بررت موقفها بكون النادي لا يسرح لاعبيه للفرق المنافسة في دوري أبطال إفريقيا. بخصوص هذه نهضة بركان، ندوزو الجيش الملكي بدوره أرسل عرضا للأهلي المصري والوكيل اللاعب من أجل إعارة رضا سليم، لكن الوكيل اللاعب رفض التعامل مع إدارة الجيش ولا يرد على مكالمتهم بسبب الخلاف الذي كان حول صفقة لاعب النقاش، حيث كانت إدارة الجيش قد وعدت وكيل رضا سليم ببيع النقاش لنادي العين الإماراتي، لكنها في الأخير خلفت الوعد وباعته لنادي خرفكان. دابا ندوزو الرجاء الرياضي. نادي الرجاء الرياضي تقدم هو آخر بالعرض إعارة لاعب مع أحقية الشراء، لكن إدارة الأهلي المصري لا تزال تتريث في الحسم، كما أن الرجاء لم يوافق على مبلغ أحقية الشراء نظرا لكون القيمة المالية مطلوبة تعتبر مرتفعة جدا. بخصوص الوداد الرياضي، فقد أرسل عرض للأهلي المصري من أجل إعارة رضا سليم، لكن اللاعب نفسه يرفض الانضمام للوداد لحدود الساعة في انتظار ما ستفصل عنه الساعة القادمة. هذا بخصوص الخوت. رضا سليم عطيتكم التوضيح كامل، داكشي كامل على رضا سليم اللي واقع الصفقه ديال رضا سليم. هما الخوت، هادشي اللي كاين. ما تنساوش لايك واشتراك في القناه، نوصلكم اي جديد. هما الخوت، تهلاو. الا كان شي جديد نعرض لكم فيديو جديد.